وبعد ما السواق قال جملته بص حسام حواليه، لقى الميكروباص واقف قدام بوابة مقابر، وفجأة الباب اتفتح لوحده وحاجة شدته ورمته بره الميكروباص. وقع على الأرض والتراب غطى وشه، ولما رفع راسه لقى المقابر حواليه مفتوحة والتوابيت متكسرة، والميكروباص كان واقف لكن مفيهوش حد. ولسه بيحاول يستوعب اللي حصله سمع صوت نفس تقيل ورا ظهره، ولما لف لقى الراجل اللي كان قاعد ورا في الميكروباص واقف ومد ايده لحسام وقال له: احنا كنا مستنيينك، العدد كمل. حسام اترعب وفضل يجري جوه المقابر، لكنه لمح بالصدفة ضوء غريب جاي من مقبرة مفتوحة. قرب بحذر، لقى سرداب قديم وجواه صناديق خشب متاكلة. قرب من واحد كان مفتوح نص فتحة وبيطلع منه لمعان دهب. وفجأة سمع صوت السواق وراه اللي قال له: كنت فاكر نفسك محظوظ إنك لقيت ميكروباص فاضي في عز الليل؟ لا يا حسام، أنت الأخير. الكنز ده عليه حراس من الجن من قرون، ومحدش يقدر يمد إيده عليه إلا لو ضحى ب6 من الشباب، وكل واحد منهم بيحرق جزء من القيود اللي بتحمي الكنز، وانت آخر واحد علشان أقدر أخد الكنز ده. حسام اتجمد في مكانه وسمع صوت صرخات بيتردد جوه السرداب، والأرض بدأت تتهز. مد السواق ايده ناحية الكنز وهو بيصرخ: أخيرا العدد كمل. لكن فجأة حسام صرخ بكل قوته ونطق: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الأرض اتهزت بشكل أقوى والأصوات عليت، وفجأة ظهروا الحراس زي الظلال السوداء حوالين السواق، وواحد منهم قال بصوت مخيف: العدد كمل فعلا، بس الضحية الأخيرة لازم تكون انت. وقبل ما السواق يتحرك الظلال دي هجمت عليه وسحبته لجوه السرداب، وصرخاته ملت المكان. حسام كان مرعوب لكنه جمع شجاعته وجري بكل قوته لحد ما خرج للشارع. وفجأة بوابة المقابر اتقفلت بكل قوة وراه، ولما لف وراه لقى المقابر رجعت ساكتة. مفيش سرداب، مفيش ميكروباص، كأن كل اللي حصل كان وهم. بس على التراب عند رجليه لقى مفتاح صغير مصدي ومكتوب عليه كلمة واحدة: الناجي.